هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ تعالوا نرتب وياكم البيت، نسوي شغلات مال كريسمس. طبعا الفيديو نزلته بس وقفوا التعليقات، ما اعرف ليش، قالوا لان صوت اطفال وصوت موسيقى فوقفوا التعليقات. قلت هسه امسح الصوت كله واضيف صوت جديد. طبعا اشتريت من هذني صار هيجي مترات كلش حلوات، لفيتها على الدرج بس صراحة يراد لي بعد. أنا جيت أخليه من الطول للطول، يعني هيك وحدات يكفي وزايد بس ما يطلع حلو. فمن لفيته طلع كلش حلو. راح أضيف له شغلات فيونكات وشغلات بعد. هذا شلون تقولين، يعني هيك تجريبي سويته. وإن شاء الله إذا لقيت نفس المجمع راح أروح له، إذا هم لقيت هم أشتري على مود أضيف له. بس هو بالحقيقة كلش حلو، شكله كلش حلو صراحة. بس يحتاج بعد شغلات إضافات حتى شنو تصير كثيفة وتصير حلوة. خذت يمكن 6 قطع أعتقد. آه سعرها القطعة واحدة يمكن 500 دينار. هي شكلها حلو، لا بأس، حلو. وإن شاء الله راح أضيف لها بعد شغلات، وإن شاء الله من أضيف لها هم أصور لكم إياه. وراح أسوي شغلات هم بعد حلوة. وهسه هنا أنا راح أجيب الشجراية أفتحها. طبعا الشجراية كلش كبيرة والصراحة طلعت كلش حلوة. أنا أخذتها من سما مول، كانوا عارضيها فاتحيها الهاي مالتها بس مو هيك، كانوا يعني ما مرتبيها مثل ما أنا هسه راح أرتبها. أنا مرتبتها طلعت كلش حلوة تجنن. بس عايزة نشرات، راح إن شاء الله راح أروح للمول أشتري نشرات. نشرات لازم أني أشوفها. جيت أقول لزوجي يجيب بس قلت خاف يجيب فشي ما يعجبني. أنا اشتريت نشرات هيك من الجلوبات، هسه هم تشوفوها هيك يصير شلون مثل الطوبات وبيها بابا نويل. بس أحسها تصير هوسة هذيك، راح أخليها على الحائط. وعندي أرقام مال 2023 همينة. طبعا بالفيديو أنا بعدني ما مصورته، بس إن شاء الله قلت هم أصوره وهم أنا أنزل مقاطع من عنده ويا الفيديوهات أشوفكم إياه إن شاء الله، لأن ما لحقت وحبيت أنزل الفيديو بعد. وأتمنى الفيديو يعجبكم وتتونسون بي، واللي ما مخليه شجرة بلكة تشوف الفيديو يصير لها حافز. أقول لكم يلا قوموا بعد وخلوا الشجرة وخلوا التزيين، خلي الجهال يفرحون وانتم يصير عندكم طاقة حلوة بالبيت. أنا من اشتريتها، اللي شايف الفيديوهات اللي متابعني من اشتريتها حكيت لكم، قلت لكم زوجي كان مريض وسوى بي ضوجني ويلا نرجع يلا. وحتى يعني قال لي عوفي شجرة لا تشتريها، عوفيها خليها. بس أنا اشتريتها الصراحة، بس هسه من خليتها وخليت لها الزينة ورتبتها، يعني صدق كلش انبهر بيها. يعني قال يعني صدق صدق حلوة، صدق حلوة، يعني عاشت ايدك تخبل طلعت. هو بالبداية قال هاي كلش كبيرة، يعني احنا وين نخليها؟ وانا هم خفت قلت يمكن كلش كبيرة راح يضايقني يعني بالمكان. بس والله أنا لقيت لها هاي الزاوية هنا بالمكان خليتها كلش حلوة طلعت. سعرها قلت لكم 85,000 أخذتها. وهي بيها هيجي شغلات مثل صنوبر وهيجي مثل هيجي شغلات حمر شلون هيجي دائريات كلش حلوة، ما أعرف مثل الكرز تقريبا. هنا أنا راح أشكلها شوية شوية وياكم. طبعا أنا صورت وشوية يعني شجرة إنش بيها قام ضايقني بالتصوير، يعني من تنفتح تنفرش تصير كبيرة. يعني دراجة كانت تضرب الكاميرا تطفي لي إياها همينة. بس صراحة تعبتني كلش تعبتني. يعني يحتاج لها ترتيب هواي، أنا ما توقعت. لازم هذني الأوراق كلهن تفتحوهن وتنظموهن عدل حتى يطلع لكم بصورة كلش حلوة. هي تصير 3 طوابق الشجرة. انتو شفتوها بالبداية بالكرتونة. الكرتونة مالتها كبيرة بس مو ذاك الكبر، يعني هم ما ادري شلون مصفطيها ومخليها. اي فبنتفتحوها لا كبيرة وتصير كثيفة كلش، بس تحتاج شوية ترتيب. لازم ترتبوها بطريقة حلوة حتى شنو تطلع يعني شكلها كلش حلو يطلع. حبايب ما شاء الله ما باقي لنا شي، راح نصير ألف بوقت كلش قليل. طبعا أنا من فتحت القناة يمكن صار لي 3 أشهر أو 4 أشهر، شهرين من عندها أصلا ما اشتغلت على القناة وما نشر الشي. بس تقريبا صار لي شهر أو شهرين أقل
من شهرين أعتقد، قمت أشتغل على القناة شوي شوية. فالحمد لله ما يعني وقت قصير حنصير 1000، باقي لنا كم عدد هيجي، يعني كم شخص أتمنى تسوون مشاركة للفيديوهات اللي أنزلهم، دزون للأصدقاء للأهل، خلي يشتركون بالقناة على مود عائلتنا تكبر. وأكو هواية بنات يقولوا لي الفيديوهاتش والله حلوة بس التصوير شوية، اهتمي بالتصوير. أنا شوية جديدة هسه باليوتيوب الصراحة، وهاي الفكرة مال اليوتيوب مال جهال، يعني أطفالي هم اللي شجعوني ماما أسوي قناة على اليوتيوب، أنتي تحبين الترتيب دائما تنظفين، ليش ما تشغلي ليش كاميرا زين وتصورين وانتي تنظفين وتفتحي ليش قناة وتنشرين، والله ماما راح تنجحين. شوي شوي قلت ماني ما ادبر اليوتيوب، ماما انا مالي خلق هيك سوالف، رغم انا احب هاي الاشياء زين. بس هم صراحة صاروا فترة يعني ينقون علي إلا تفتحين قناة، إلا ما فتحت قناة الصراحة. أني صح كبداية هسه تعليقات قليلة ولايكات قليلة ودورات أهبط، معنوياتي كلش تهبط وأقول راح أسد القناة. بس من أشوف تعليق حلو يجيني لا والله أتحفز وأقوم أسوي فيديوهات وأقوم أنشر. وأكيد يعني هو من يجيكم لايك ويجي تعليق حلو أكيد الإنسان راح يصير له حافز على مود يستمر. وأتمنى فيديوهاتي تعجبكم يا رب إن شاء الله، والتصوير إن شاء الله راح أعالجه، لأن أني التصوير الخاص اللي باليوتيوب أني ما أعرف له الصراحة. أنا بنات دورات يقولوا لي، أقول انطوني ملاحظات ما بيها شيء، واحد يعني واحد يستفاد من الله، انطوني ملاحظات يعني شنو اللي شلون أصور، شلون التصوير اليوتيوب شلون أصوره. فإن شاء الله إن شاء الله من الأوقات راح يتحسن التصوير. وقولوا لي هذا التصوير هسه زين لو مو زين لأن بالكاميرا العادية أنا مصورة الموبايل الكاميرا العادية. طبعا هنا أشوف المشتريات هواية، أخذت قسم من سمامول وقسم من المجمعات القريبة علينا وقسم من غير مجمعات بعيدة، ورحت يعني أماكن أروح أشوف مجمعات أدخل لها همينة. هنا طبعا كان صوت بنتي طالع يمكن من هاي وقفوا التعليقات علي. هنا فتحت الحبشكلات كلهن، كل الشغلات حلوة. أنا أموت على هاي السوالف والله، جني طفلة. لو تدرون يعني من اشتريتن صدق وبحب اشتريتن، وصراحة يعني هاي كانت أمنيتي، صار لي سنين أمنيتي إنه الله يرزقني ببيت، أشتري بيت أو أبني بيت وأسوي شجرة كبيرة وأزينها وما أبقي شيء على قلبي. إن شاء الله إن شاء الله هذا الشيء لكل وحدة ما عندها بيت، لكل وحدة قاعدة إيجار الله يرزقها إن شاء الله وتشتري بيت وتسوي كل اللي بنفسها إن شاء الله. سنة خير وسعادة وفرح علينا وعليكم يا ربي. والصبر، الصبر مفتاح الفرج. كل واحد من عندنا لازم يصبر ولازم يتحمل زين، ويراد لكم احتمال وقت يعني كلش كبير، صبر صبر يراد لكم، بس صدقوا أخير شيء الله سبحانه وتعالى ما يخلي شيء على قلبكم. كل ما تصبرون أكثر الله ينطيكم الأحسن والأحلى. صدقوني يعني أنا أخير فترة صار عندي يأس بالحياة، يعني قلت خلاص حلمي ما راح يتحقق، يعني سبحان الله بيوم وليلة تحقق وألف الحمد لله والشكر. وإن شاء الله هاي الفرحة الكل وحدة تتمنى يصير عندها بيت إن شاء الله. زين دورات الإنسان يأيس يعني من كثر التعب ومن كثر الصبر يأيس، يقول خلاص يعني يمكن حتى ينسى الحلم، يتوقف عن الحلم. ما تشوفون إلا الله سبحانه وتعالى مرة واحدة يرزقكم بالشيء اللي تتمنوه، بس رب العالمين يختبر صبرنا. إلى متى عندنا صبر؟ إيش قد صبرنا؟ وصدقوا كل ما يطول الصبر كل ما الفرج يكون أحلى وأحسن، يعني رب العالمين ما ينسى عبده. وإن شاء الله الكل يصير عندها بيت يا رب إن شاء الله. هسه هنا نجي نعلق الشغلات، بابا نويل والأجراس والشغلات. كلش تونست يعني صراحة، كنت كلش متحمسة واني يعني اخليهن، وبنتي اللي صايرة هم وياي، تعرفون الجهال يفرحون بهاي السوالف. طبعا ما عندها مكان تشتري شجرة كبيرة، مو شرط الشجرة كبيرة. أنا يعني تدرون كم سنة أنا عندي شجرة صغيرة، يعني مو صغيرة كلش كلش لا، يعني تقريبا هيك ارتفاعها كان يمكن نص متر، لا أكثر شوي من نص متر، بس ما أعتقد متر. كم سنة أنا عندي وجدتها أزينها وأخلي لها شو اسمه
أضوية وشغلات وتونست بيها وخليتها هيجي على صفحة يعني على كوميدي أو على فشي كان عندي أخليها هم تطلع حلوة، والجهالي كانوا يتونسون بيها كلش. فحتى لو شي قليل عندكم سووا أجواء حلوة إلكم ولأولادكم، لا توقفون إلا هذا الشي يتحقق. يلا سووا الشغلات تقدرون عليها إلى ما الله يفرجها عليكم إن شاء الله. شوفوا هاي الشغلات كلش حلوة، هاي خليتها هنا تجنن، هاي كلش حبيتها اني. وهسه الشجرة كملناها وخلصناها وصارت بهاي الشكل. بس هاي اللي بيها هيجي، هاي الطوبات شايفيها كلش حلوة، اخذتها ب17,000 من سمامو. هاي راح اشيلها، احسها سوت شو اسمه هوسة، راح اشيلها اخليها على الحايط. وعندي بعد ديكورات ان شاء الله، راح اخليها واصورها ان شاء الله من تكمل اصورها. هذا هم بابا نويل اشتريته، هم كلش حلو. سعره ما اعرف 13 ب17 هم من سمامول، هو وهذا الغزالة. وهاي همينة كلش حلو بيا بابا نويل، يتجنن. طبعا هذا يغني ويتحرك بس أنا قطعت الصوت، لأن باليوتيوب شو اسمه كلش نحسين. يعني إذا يطلع صوت طفل بالفيديو يقطعون التعليقات أو الفيديو، يعني يسوون لنا مشاكل بالفيديو. اليوتيوب كلش نحس، كلش يعني حسرة على الواحد يخلي نغمة أو يخلي موسيقى أو يخلي شي رأسا يحضرون الفيديو. وصارت بهاي الشكل، قولوا لي كتبوا لي بالتعليقات حلوة لو ما حلوة. وحبايبي حبيت أسوي شوي أعمال يدوية همينة، كلش عجبتني. قلت هيك يعني خليها دائرة مدار الشجرة، شوي تضيف لها جمالية. جبت كرتون أو باكيت، أي كرتون عندكم يعني فارغ هو طبعا، وتجيبون من هاي الغلاف مال هدايا عد المكاتب. يعني هي شو اسمه الوحدة ب4 دينار تطلع. أنا اشتريت 4 وحدات، وكان عندي باكيتات يعني شغلات هي مال كريسمس اشتريت بيهن، غراض مال كريسمس او اي شيء عندكم. انا عندي كانت باكيت هيك يعني مال جهاز مال مي مشتريته فارغ، وغلفته وطلع شكله شي مثل هدايات كلش حلوة الصراحة. هسه تشوفوه ضاف شي للشجرة كلش حلو كلش راقي. واذا تحبون انتم تشترون هدايا لكم لعوائلكم عادي هم بهيجي طريقة غلفوها، هم تعطي جمالية. بس انا اكيد هسه ما اشتري وما اغلفها اخليها، لان جاري راح يفتحوها وراح يدوخوني بيها. انا اصلا هسه بنتي الصغيرة مدوختني بيها كل ساعة تلعب بيهن. بس شنو كلش حلو، كلش حلو وكل شي ما يريد. هو اصلا سهل، تقدرون انتم تسوون شغلات بايدكم، اعمال يدويه بايدكم. اكو فيديوهات هوايه اجنبيه انا حتى نزلتها سحبتها قلت اسوي من عندها. وان شاء الله من غد اذا سويت شي هم أنا انزل لكم اياه، حتى لو مقاطع صغيره من انزل فيديوهات هم اضيف لكم اياه. وهذا كله يعني موجود بأي بيت يعني موجود. وأكو شغلات كلش حلوة إن شاء الله هم راح أسويها. هالسنة أنا كلش متحمسة لكريسمس حبايب. لا تنسون اللي شاهد أول مرة الفيديو أو يدخل القناة خليه يشترك بالقناة ويفعل الجرس على مود يوصل لكم الإشعار من أنزل فيديو. وشوي ساعدونا بالتعليقات واللايكات الحلوة من إيدكم، وقولوا لي إذا عجبكم الفيديو. طبعا هالمرة الفيديو كان كلش طويل أعتقد طويل، ما أعرف كملتوه راح تكملوه لو لا. بس البنات هواي طلبوا من عندي اكو بيهم وقالوا لي الفيديوهاتش والله حلوة بس خليها شوية أطول. فقلت خليني نطول هذا الفيديو شوية وما عليها شيء. حبايب لا تنسون قلت لكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وسووا مشاركة للفيديوهات. يلا يلا حتى العائلة تكبر. وشوية حفزوني وشوية انطوني طاقة حلوة من عندكم على مود استمر. طبعا هاي اشتريتها جاهزة تصير مثل الفلونكة أو وردة، بس هيك تسحبوها بهاي الطريقة راح تصير لكم وردة كلش حلوة. هاي كانت عندي والله من يعني قديمة من زمان عندي موجودة كنظام ماتين. والله حلو واحد يضم شغلات هم تفيد. شوفوا صارت ايش قد شكلها حلو صراحة، كلش انطى إضافة للشجرة كلش حلوة تجنن. يعني تقدرون انتم بشغلات بسيطة بالبيت تقدرون تسوي لكم فد ديكور فد شي يعني حلو. حتى اكو شغلات اكو فيديوهات مو شرط الا تشتريها الشجرة، هي شفتوها انا لافتها على المحجر. هذا تقدرون على الحايط وتسووه شكله مثل شكل شجرة وتخلون عليه شو اسمه قول وياي نشرات ضوئية. شوفوا الشكل ايش قد صار حلو. راح اسوي بعد شغلات همينة كراتين على باكيتات شوي اصغر حتى شنو يتنوع. وهسه هذا الشكل النهائي صار للبيت.
وإن شاء الله راح أضيف بعد شغلات، أريد أشتري كوشات، أريد أشتري للميز الطعام شغلات مال بابا نوئيل، يعني شراتشف شغلات، بس يكون إلا أشوف شي يعجبني، إلا يعجبني يالّا. وهاي هنا الهدايا جذابية. هاي الهدايا هنانا هيجي صار شكلها، بس انطى إضافة كلش حلوة الصراحة. يعني نقدر بشغلات بسيطة إحنا بالبيت نشتغلها بإيدنا ونضيفها ديكور حلو وشغلات، وصدقوا الشغلات اللي تسووها بإيدكم تطلع أحلى بهواية من ما تشتروها، تحسون بيها هيجي شي حلو، خاصةً من شغل تكون شغل إيدكم، وبشغلات بسيطة وما تكلف أبدًا ما تكلفكم. وهسه هذا شكلي النهائي، أتمنى يعجبكم الفيديو، واللي كمل الفيديو للأخير خليه يكتب لي بدون غش، خليه يكتب لي كملتِ الفيديو. وهاي هسه هذا بابا نويل دا يرقص ودا يغني. هاي كلش عجبتني، يمكن سعرها لو ب4 لو ب2500. هم السما مال، وأخذت هذني الشجرايات الصغار. هم عندي فيديوهات قديمة انطيتكم الأسعار بيها، من وحدة ب1000 كلش حلوة، طلعت تجنن والله. ما اشتريت حبة شوكولات يعني، وهسه راح أطلع وهم راح أشتري، أنا أدري بروحي. وخلّوا الشجراية من وقت خلّوها بالبيت، خلّيها تضوّي، خلّي الجيران يفرحون بيها، مو قبل رأس السنة بيوم يومين تخلّون شجراية وتتعبون على شنو؟ خلّوها من هسه. طبعًا هي شكلها كلش حلو بالحقيقة الشجرة والله العظيم، تجنن تجنن بالحقيقة. يعني أنا زوجي ما يعجبه العجب ومن شافها كلش حبّاها، يعني قال صدق يعني طلعت كلش حلوة. حبايب راح يخلص الفيديو ولهنا، ونقول لكم مع السلامة، ولا تنسون تشتركون بالقناة.